اهلا بيكم. النهارده هنشرح فيلم كامل من اول مشهد لاخر مشهد، زي ما حضراتكم طلبتوا بالظبط في تعليقات في خلال الثلاث اربع اسابيع اللي فاتت ان احنا نعمل مشاهد كامله او شرح الفيلم كامل من اوله لاخره واهم الجمل والعبارات اللي اتقالت فيه. فمن غير مقدمات ورغي كتير خليني اقول لكم ان احنا عندنا النهارده واحد من اهم الافلام الامريكيه اللي كانت ملهمه جدا للشباب كتير جدا اللي بيدوروا على حلمهم، وهو فيلم The Pursuit of Happiness، واللي معناه هو السعي او البحث عن السعاده. ولو اخدت بالك هتلاقي هابينس مكتوبه بطريقه غلط، وده حاجه مقصوده وهنقول ليه لما نيجي للجزء ده. بس خليني الاول اشرح لك فكره الفيلم من البدايه، واللي هي مبنيه على قصه حقيقيه لواحد اسمه كريس جاردنر، وده رجل اعمال امريكي واللي بيجسد شخصيته العبقري ويل سميث، واللي بيحكي قصة معاناته الكبيرة قوي في بداياته، واللي بتبتدي سنة 1981 في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا في أمريكا. كريس كان عايش في بيت صغير هو ومراته وابنه الوحيد، وكان بيتأخر دايما في سداد الإيجار بتاع البيت ده لصاحب البيت، وده بسبب ان هو كان بيعاني من قلة الفلوس وقلة الشغل المتاح له في الوقت ده. لكن قلة الفلوس دي برضو اضطرته ان هو يدخل ابنه داي كير أو حضانة بعيدة جدا وكمان رخيصة جدا، عشان ما كانش يقدر ان هو يدفع اكتر من كده. والداي كير ده كان صحابه صينيين ما كانوش بيعرفوا انجليزي كويس، فكانوا كاتبين كلمة هابينس غلط على الحيطة بتاعة البناية بتاعة الحضانة، وده اللي استفز كريس وخلاه يطلب منهم اكتر من مرة ان هم يصلحوا الكلمة دي ويكتبوا الحرف صح. Excuse me, when is somebody going to clean this off? 我唔俾我講英文嘛，唔地同你講沒啊。And the why, we talked about this. It's an I in happiness. There's no Y in happiness, it's an I. 我話咗俾你聽，我唔識講英文嘛。لأن كلمة happy معناها سعيد ودي آخرها Y، لكن لو عايز أقول السعادة هقول happiness، ولما بكتبها بشيل الواي وبحط مكانها I وبكمل بقية الكلمة. لكن الصينيين كتبوها بطريقة غلط، وهو ده بقى اسم الفيلم، كنوع من أنواع شد الانتباه يعني للفيلم، أو ممكن تقول إن هي حاجة فكاهية شوية. وفي يوم من الأيام وكريس ماشي في الشارع قابل واحد لابس شيك جدا ونازل من عربية حلوة قوي، فكان عنده فضول يعرف هو الراجل ده بيشتغل ايه بالظبط، فدار الحوار ده ما بينهم. I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I got two questions for you، يعني عندي سؤالين علشانك. ودي مقدمة كريس عملها علشان يسأله على السؤالين بتوعه، وكان ممكن برضو يقول له Can I ask you something؟ يعني ممكن أسألك على حاجة؟ الاتنين بنفس المعنى. والسؤال الأول كان What do you do؟ يعني بتشتغل ايه؟ وممكن برضو يقول What do you do for living؟ والسؤال ده كريس سأله لأنه كان منبهر جدا بالعربية اللي شكلها حلوة قوي، وكان نفسه يعرف ايه الشغل اللي ممكن يجيب لك عربية غالية كده. والسؤال التاني How do you do it؟ يعني عملتها ازاي؟ يعني الشغل، وهتقول لي إجابته دلوقتي. طب والشغلانة اللي جابت لك العربية دي حصلت عليها ازاي؟ I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. I'm stockbroker، يعني أنا سمسار في البورصة، ودي بتبقى كلمة واحدة مش كلمتين. فكده لما حد يجي يسألني يقول لي أنت بتشتغل إيه، هبتدي الإجابة بتاعتي ب I am أو I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a farmer, I'm a worker. والستوك بروكر ده بيشتغل في الستوك ماركت اللي هي البورصة أو سوق الأوراق المالية، واللي بدوره بيقوم بتنفيذ العمليات من شراء أسهم أو بيعها على حسب السوق وعلى حسب رغبة العميل بتاعه. فطبعا هي شغلانة مهمة جدا، وأكيد الكوميشن أو العمولة بتاعتها عالية، فهو ده اللي ساعد إن الراجل ده يقدر يجيب العربية دي. Had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. Had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. Had to go to college to be a stockbroker، يعني كان لازم تخش الكلية علشان تبقى سمسار في البورصة. وهنا هو استخدم كلمة had اللي هي الماضي بتاع have، لأن هو بيسأله على حاجة في الماضي، حاجة خاصة بالدراسة اللي قبل الشغل. هل لازم كان تدرس قبل الشغل ده ولا لأ؟ فكلمة had to جاية بمعنى هل كان يجب عليك، فالراجل رد عليه وقال له you don't have to، يعني لأ مش لازم إن أنت تروح كلية علشان تشتغل الشغل ده. Had to get with numbers and good with people. That's it. Had to get with numbers and good with people. That's it. Have to be good with numbers and good with people. That's it. يعني لو انت شاطر في الارقام اللي هو قصده الحساب او الرياضيات، وكمان شاطر مع الناس في الكلام معاهم، هو ده بس اللي انت عايزه. That's it. ده بس، لان هي شغلانة محتاجة حسابات وكلها ارقام، فمحتاجة واحد يكون ذكي وشاطر في التعامل مع الارقام، وكمان بتعامل مع الناس في ازاي ان انا ابيع لهم واحاول اقنعهم امتى يشتروا وامتى يبيعوا وكل الكلام ده. فهو ده اهم شرطين في الشغلانة، لكن لا في كوليدج ولا في حاجة. تعالوا نسمع الجزء ده تاني كله على بعضه ومن غير ترجمة. I got two questions for you.
What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. Have to be good with numbers and good with people. That's it. لو عجبك الفيديو لغاية دلوقتي يا ريت تعمل لايك وشير مع كل الناس اللي حواليك، وتأكد انك اشتركت في القناة عشان ما يفوتكش اي درس جاي، وتشوف كمان كل الدروس اللي فاتت. ويلا نكمل. طبعا كريس فضل يفكر في الكلام اللي الراجل قالهوله ده، وقعد يبص لكل الناس اللي حواليه وحس ان هم في قمة السعادة، ودي الحاجة اللي هو كان نفسه كمان يحسها. فابتدى يفكر ان هو يقدم على شغلانة زي كده، خصوصا انه ذكي جدا ومعروف عنه ان هو كان شاطر جدا في المدرسة وهو صغير، وكان دايما بيطلع الاول على الفصل بتاعه. بس لما جه يتكلم مع مراته قعدت تتريق عليه وقالت له يعني انت بتتكلم في ايه؟ ده الموضوع ده صعب جدا، وبعدين احنا هنفضل مديونين لغايه امتى؟ والايجار ده اللي احنا مش عارفين ندفعه بقالنا 3 شهور. لكن كريس كان بيفكر بطريقه تانية خالص. كريس ما كانش بيفكر بس تحت رجليه ان هو ازاي يجيب الايجار والاكل والشرب بتاع كل يوم، لا هو كان بيفكر لابعد من كده. هو كان بيفكر في مستقبل ابنه واسرته وازاي يقدر يبنيه من دلوقتي صح، وحس ان دي هتبقى فرصه عمره اللي مش هينفع يسيبها. وفعلا تاني يوم راح وما ضيعش وقت عشان يقدم على الشغل ده. لكنه قبل ما يخش المبنى اللي فيه تقديم الطلبات حس ان هو مش صح ان هو يخش بالجهاز اللي هو بيبيعه ده اللي هو بتاع الاشعه. فلقى واحده بتلعب جيتار فاداهولها وطلب منها ان هي تخليه معاها لغايه ما يخلص الاجتماع بتاعه وينزل، وادالها فلوس مقابل ان هي تخلي الحاجه معاها لغايه ما يخلص. ودخل كريس عشان يقدم طلب العمل ويقابل الموظف المسؤول عن الموضوع ده. لكن الموظف بيقوله ان احنا عندنا طلبات كتير جدا وانت افضل لك ان انت تروح المركز الرئيسي بتاعنا وتقدم الطلب بنفسك للمدير هناك. لكن وهو بيتكلم مع الموظف ده لقى البنت اللي ادالها الجهاز بتاعه بتسرقه وبتجري بيه بعيد، فطبعا نسي كل حاجه ونسي الشغل ونزل يجري وراها، لان تمن الجهاز ده ممكن يكفي مصاريفه لمده اسبوعين، وهو طبعا محتاج لاي فلوس في ظروفه دي. وفضل يجري ورا البنت دي ويحاول ان هو ياخد منها الجهاز بتاعه، لكن للاسف فشل. وروح بيته وهو محبط جدا عمال يفكر في الموضوع ده، هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ لكنه حس ان مفيش غير حل واحد بس، ان هو يروح للمركز الرئيسي بتاع الشركه زي الموظف التاني ما قاله ويقدم الطلب بنفسه للمدير. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الموقف ده. Twistle, Chris Gardner. Hi. Hey, I wanted to drop this off to you personally and make your acquaintance. Twistle, Chris Gardner. Hi. Hey, I wanted to drop this off to you personally and make your acquaintance. كريس هنا بيقول له I wanted to drop this off personally and make your acquaintance. طبعا كريس بيتكلم بسرعة عالية قوي لان هو عايز يلحق الراجل ده قبل ما يخش المكتب بتاعه، فبيتكلم بسرعة جدا. فخلينا ناخدها حتة حتة. في البداية بيقول له I wanted to، يعني اردت او كنت عايز. drop this off، وكلمة this دي عايدة على الابليكيشن اللي هو ماسكه في ايديه، استمارة طلب الوظيفة. فلما يقوله drop this off personally يعني عايز اقدمها لك او اسيبها لك بشكل شخصي، مش عايز يسيبها لسكرتيرة ولا يبعتها بالبريد، لا هو عايز يقدمها بشكل شخصي. and make your acquaintance يعني اتعرف عليك. وacquaintance دي كلمة formal رسمية ومعناها to meet someone، وطبعا الناس بتستخدم الكلمات الكبيرة دي اكتر في الاشغال عشان تبين قد ايه هي professional، وعندها وفرة من الكلمات اللي ممكن تستخدمها في مواقف كتير غير بس استخدام الكلام العامي العادي اللي كل الناس تعرفه. I thought I'd catch you on the way in. Okay. I'd really love the opportunity to sit and discuss what may seem like weaknesses on my application. I thought I'd catch you on the way in. Okay. I'd really love the opportunity to sit and discuss what may seem like weaknesses on my application. وهنا كريس بيقول I thought I'd catch you on the way in، و catch you on the way in معناها ان هو عايز يلحقه قبل ما يخش المكتب بتاعه. catch you on the way in. وبعد كده بيقول له I'd really love the opportunity to sit and discuss، يعني أنا حابب جدا إني أنتهز الفرصة وأقعد معاك وأتناقش. فكلمة opportunity يعني فرصة، وكلمة to sit and discuss معناها إن احنا نقعد ونتناقش. بس هنتناقش على إيه؟ ده اللي قاله بعد كده كريس. to sit and discuss what may seem like weaknesses on my application. و weaknesses يعني نقط ضعف، فهو عايز يقوله ان في ضعفات باينه في الابلكيشن بتاعي، بس انا محتاج ان انا اقعد معاك عشان افسرها لك. Okay, well we'll start with this, Chris, and we'll call you if we want to sit down. Yes, sir. Okay, well we'll start with this, Chris, and we'll call you if we want to sit down. Yes, sir. فالمدير بياخد منه الابلكيشن وبيقول له we'll start with this يعني الابلكيشن ده and we'll call you if we wanna sit down، يعني هنبقى نكلمك لو احنا محتاجين ان احنا نقعد ونتناقش زي ما انت طلبت. فكلمة will دي اختصار ل we will، وكلمة wanna دي اختصار ل want to. لو عجبتك فكرة الفيديو بالطريقة دي والشرح بالشكل ده يا ريت تقول لنا في التعليقات، لاني اكيد عمري ما هعرف اذا كان الدرس عجبك او ما عجبكش غير لما اسمع منك. فيا ريت تكتب لي في التعليقات، وكمان لو عندك اي مقترحات قولها لي، ولو فعلا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشترك في القناة عشان نعرف اليوتيوب ان ده محتوى كويس وان هو يستاهل ان هو ينتشر بشكل اوسع.
طيب كده احنا اطمنا على كريس وعرفنا ان هو قدم على الشغل اللي هو كان بيحلم بيه، لان هو مؤمن بامكانياته وعارف ان هو قادر ان هو يشتغل شغلانه زي كده. فيا ترى هيقبلوه في الوظيفه ولا هيرفضوه؟ وهل حياته هتتحسن ولا هيفضل يعاني برضه زي ما هو بيعاني دلوقتي؟ هو ده اللي هنعرفه من الجزء التاني من الفيلم، واللي هنشرح فيه برضه جمل وكلمات مهمه جدا زي ما عملنا النهارده. وبكده نكون خلصنا. اشوفكم الدرس الجاي. سلام.